احنا عندنا لعيبه احسن من لعيبه الاهلي. احنا عندنا لعيبه احسن من لعيبه الاهلي. وبمناسبه الاهلي، تقدر تعرف مستوى الاهلي بالظبط في الماتش اللي فات بتاع سان داونز وعقدتهم مع سان داونز. بس الاهلاويه لطف في حاجه بقى، خليني احكي لكم. قبل الماتش هتافات وغنى وحركات ودوشه وبتاع والاهلي ويلا يا اهلي وحاجات كده. خلاص، اول ما اتغلبوا، لو سمحت الظروف ما تسمحش باي ضحك، الظروف ما تسمحش باي تحفيل. انت مش شايف الظروف اللي احنا فيها ولا ايه؟ خسر ولا كسب ده مش موضوعنا، احنا عندنا موضوع اهم كتير في حياتنا. انما طبعا لو كانوا كسبوا كانت احمرت القاهرة وخرجوا رقصا وغناء. انما اول ما اتغلبوا كده يفتح وكده يقفل، قفلوا على طول. خلاص لو سمحت ما تسعش بقك. طب لا تويتة ايه؟ انت مش شايف الظروف؟ طب اكلمها تليفون ايه؟ انا مكتئب جدا ما تكلمنيش. ده كان موقف الاهلي امبارح. واحد اهلاوي قال لي امبارح ايه؟ قال لي يا عم ايه دلوقتي بقت البطوله دي ايه كده؟ قال لي دي بطوله. الاول بقى كانوا ايه؟ يلا يا اهلي والنهايه. لا، اول ما اتغلبوا قال لك دي بطوله اي كلام، احنا لسه قدامنا 5 6 بطولات هناخدها كلها. طب وليه تاخدوها كلها يعني؟ ايه الفكره؟ انا عايز افهم كيف يفكر الانسان الاهلاوي. يعني الانسان الاهلاوي يفكر يقول لك ايه؟ باربع 5 بطولات هناخدها كلها. ده مفيش حاجه كده يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشماتة والحقد من عمرو أديب على النادي الأهلي ده أمر متوقع ومتعودين عليه. احنا بنسمع عمرو أديب عشان ننبسط من أسلوبه مضحك وشيق إنك تسمع له وتضحك عليه. لكن الحقيقة إن كل جماهير النادي الأهلي زعلانة وما بتقولش إن دي بطولة أي كلام، ده بالعكس، كانت بطولة هتجيب عوائد مالية كبيرة للنادي الأهلي. يكفي إن الأهلي محقق منها 1,700,000 دولار من الأربع ماتشات اللي لعبهم. لو كان عدى وصل النهائي كان وصل لمبلغ كبير كان هيساعد الأهلي في تدعيماته. ده كان أملنا من البطولة دي، بالإضافة إنها لقب جديد كنا مستنيين الأهلي يقاتل عليه بقوة. خسارة الأهلي اللقب دوت بدأت من الخوف الكبير من صن داونز من مباراة جنوب أفريقيا، برغم إن إحنا هنا جينا عدلنا أوضاعنا ولعبنا مباراة، خاصة في الشوط الأول مباراة كبيرة، لكن للأسف التوفيق ما حالفش النادي الأهلي. لكن كل ده مش هنبطل ننتقد النادي الأهلي في حالة التقصير. التقصير في الماتش ما حصلش، المشكلة الأساسية كانت في المهاجم اللي اتكلمنا عنه مرات كتيرة، وإن موديست مش هينفع النادي الأهلي. كنا عشمانين إن ممكن ينفع النادي الأهلي، لكن الظاهر كلها بتقول والشواهد إنه مش هيفيد النادي الأهلي. المشكلة التانية الكبيرة اللي هنقع فيها قريب أو بدأنا نقع فيها مشكلة علي معلول. علي معلول مش هيقدر يكمل بالريتم بتاع السنوات السابقة مع النادي الأهلي. قوته البدنية وتحمله مش هيوفي ومش هيدي اللي كان بيديه السنين اللي فاتت. فاحنا قلنا من بداية الموسم عايزين بديل لعلي معلول، أو يبدأ يدي لأي باك شمال يحاول يرفع من شأنه بحيث إنه يساعد النادي الأهلي. كنت أهلاوي أصيل وشكر الرياضة المصرية. بالرأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.